في عيد ميلادي من ضمن الهدايا اللي بابا ومامي جابوها لي، جابوا لي منيو فيها الحق إن أختار فيها 10 وجبات في 10 أيام مختلفين. فدي الوجبة الأولانية اخترت طاجن لحم تركي مع طاجن لسان عصفور مع لحم مفروم. شكله بجد ماوث واترينج، هيكون رائع إن شاء الله. استنونا بقى في ال9 وجبات التانيين. باي. دي تاني وجبة، وقلت لمامي تعمل لنا برجر وهوت دوج على الفحم. سميلز لايك هيفن بجد، وشكله رائع. ثانك يو مامي. انا في رأيي الفود برزنتيشن بيعمل رول مهم في شكله، ولو الناس هتعجبه ولا لا، زي دول شكلهم زي السمكة كده، وعاملة معاهم اوف كورس يعني زي عصير ليمون مع نعناع عشان يكون هيلثي اكتر. دي تالت وجبة، فطلبت من مامي تعمل لنا صينية لحم مع بامية في الفرن وشوربة لسان عصفور، وطبعا مع رز ابيض بنحب ناكله دايما مع الشوربة. فيلا بينا نشوف الاكل الجميل ده، ويلا بسم الله. ده رابع وجبة، ومعانا في المنيو النهاردة فراخ وبطاطس حارة بالطريقة اللبنانية، ملوخية ورز بشعرية. والله الأكل ده فانتاستيك جدا وشكله رائع، ويلا بسم الله. 5، وطلبت مامي تعمل لنا كشري بالطريقة المصرية مع صوص طماطم ودقة وبصل مقلي، وشكل الديزاين بتاعه كول جدا، تحسوه قلعة، والحمص القطاع والصوص ده والبصل تاني والكشري نفسه بقى شكله حلو جدا. ويلا اتفضلوا معانا. في الوجبة السادسة اخترت مامي تعمل لنا ريش ضاني مع طاجن ملوخية وسلطة ورز، وشكل الأكل فانتاستيك جدا وعجبني الكولرز. فيلا بينا. دي الوجبة السابعة، ومعانا النهاردة مكرونة بشاميل شكلها رائع جدا ومتسوية بطريقة بروفيشنال، ويلا بينا. دي الوجبة الثامنة، فمعانا النهاردة طاجن لحم وبطاطس وفي رز وشوربة. فيلا بينا يا شباب مع الأكل الرائع ده. التاسعة طلبت مامي تعمل لنا حواوشي في البيت، عملته بطريقة روعة ومميزة جدا، ومعاه سلطة خضراء اللي صحية جدا. ويلا بينا. ودي الوجبة الأخيرة، ومعانا في المنيو النهاردة رامن ياباني. الرامن ده أكلة عبارة عن نودلز، فراخ وخضار. ريحة الفراخ والتوابل بريثتيكينج. يلا بينا في الوجبة الأخيرة. زي ما شفتوا يا جماعة، دول هم ال10 وجبات، وطبعا انا فرحان جدا جدا ان مامي وبابي اعطوني الحرية اني اختار ال10 وجبات، وان مامي نفذتهم وطبخت الوجبات من غير اي زيادة او نقص. ولكن عايزة اقول لكم رسالة مهمة، ان ال10 وجبات دول ما اتعملوش في 10 ايام ورا بعض، عشان طبعا كنا بنعمل الوجبة اللي عليها الدور في يوم، كنا بنحط اي بروتين زي مثلا لحم، فراخ او سمك، وبعد اليوم اللي بعده بنعمل بروتينات تانية زي مثلا شوربة خضار او عدس او الوجبات الخفيفة اللي انتوا عارفينها. وبعدها اليوم اللي بعده بنجيب الوجبة اللي عليها الدور، عشان طبعا بيكون في اكل كتير باقي وبنبقى نخلصه في الايام اللي بنسيب فيها. وطبعا لازم نحافظ على نعمة ربنا وما نهدرش الاكل. وهشوفكم في الفيديو اللي بعده. وباي.